حلقة نارية مليانة أخبار ومفاجآت ساخنة تخص نادي الزمالك. هنتكلم فيها عن آخر تطورات وصفقات الزمالك الجديدة ومحاولات المنافسين للعب مكان الزمالك. ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بداية القصة بخوان بزيرة. خوان بزيرة اللاعب البرازيلي اللي حاليا بيلعب في الزمالك. اللاعب ده كل الفترة اللي فاتت كانت بيتكلم على ان اللاعب هرب وان اللاعب مش هيرجع تاني من البرازيل بعد ما يخلص اجازته، وان اللاعب غير سعيد اطلاقا في الزمالك، وكل الكلام ده لا صحة ليه، لان اللاعب باقي ومحب ومبسوط وسعيد جدا في الزمالك، وكمان عائلته مبسوطة وسعيدة جدا بالزمالك. وشفنا اللاعب في البث المباشر اللي كان عامله وكان يرتدي تيشيرت المنتخب الوطني المصري، يعني اللاعب بيحب مصر، مبسوط بأجواءها، حس انه هو وسط عيلته وبيته. اللاعب حب مصر وحب الزمالك رغم الفترة القصيرة اللي تواجد فيها مع نادي الزمالك، واللاعب مرحب جدا جدا بوجوده في نادي الزمالك وسعيد ولا صحة عما يتداول ان اللاعب عايز يمشي من الزمالك. احمد القندوسي على رادار نادي الزمالك. اللاعب موجود وكيله حاليا في القاهرة وبيخلص معاه الزمالك على عقود امضاء اللاعب لنادي الزمالك، واللاعب في بعض الرتوش في عقده، وهو ان اللاعب الصفقة مش عايز الزمالك يستعجل فيها لان اللاعب خارج من اصابة خطيرة جدا جدا، بنتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرع وقت للملاعب. نتمنى نشوفه في مركز أفضل وأفضل. اللاعب إصاباته كثيرة في الفترة الأخيرة، وده اللي مقلق نادي الزمالك واللي عامل مشكلة مع الإدارة، هو إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة لأنه بيتصاب كتير قوي أحمد القندوسي. كمان مفيش أي حاجة من الأخبار اللي بتتداول على إن رجال الأعمال هم اللي هيحلوا مشكلة أزمة الزمالك وهم اللي هيدفعوا من مالهم الخاص عشان يحلوا أزمة الزمالك. مفيش أي أخبار من الصحة ولا أي حل من رجال الأعمال، لأن الزمالك داخله في الفترة اللي جاية مبالغ كبيرة جدا جدا، وهي اللي هتساعد نادي الزمالك في حل الأزمة المالية الحالية ليه وحل مشكلة فك القيد والرخصة الأفريقية عشان الزمالك يشارك بشكل سليم في دوري أبطال أفريقيا. والزمالك ما طلبش من أي رجل أعمال، وما فيش أي رجل أعمال قال للزمالك إنه هيدفع وإنه هو يخلص مشاكل نادي الزمالك. كمان الزمالك أول حاجة دخلاله وهي 100 مليون جنيه، وده من تجديد اشتراكات أعضاء النادي. يعني الزمالك داخله 100 مليون جنيه من تجديد اشتراكات أعضاء نادي الزمالك، و50 مليون من اشتراكات تطبيق الزمالك. يعني الزمالك 100 من أعضاء النادي من اشتراكاتهم، و50 مليون جنيه من ابلكيشن زملكاوي. دي تحصيل الاشتراكات في الفترة الأخيرة، وحوالي 30 مليون جنيه كاملين من مشاركة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية. يعني الزمالك رغم إنه ما خدش الكونفدرالية لكن هياخد حوالي 30 مليون جنيه علشان شارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية اللي انتهت بخسارة الزمالك في النهائي. كمان الزمالك داخله 25 مليون جنيه، 25 مليون جنيه كاملين داخلين نادي الزمالك من مستحقات مشاركة لعيبته مع منتخب مصر في كأس العالم. يعني الزمالك داخله 25 مليون جنيه كمان من مستحقات مشاركة لعيبته مع المنتخب الوطني المصري في كأس العالم اللي جاي. كمان هيكون إجمالي كده المبلغ حوالي 200 مليون جنيه كاملين لنادي الزمالك. والزمالك في الفترة الأخيرة يعني شغال على استراتيجية حلوة جدا جدا في التعاقدات والانتقالات. الإدارة حاليا بتستهدف
يعني خطة ممنهجة ومخطط ليها من قبل، وشايفين ان هي دي الخطة اللي يحتاجها الزمالك، وهو ان بيدور على اللعيبة الفري. الزمالك عايز لعيبة فري وبس، علشان الازمات الاخيرة اللي كانت بتحصل، وعلشان ما يبقاش لنا مشكلة مع اللاعب في مستحقاته، وكمان مشكلة مع النادي اللي هنجيب منه اللاعب. فالزمالك في الوقت الحالي بيسعى جاهدا على انه يجيب لعيبة فري، يعني يكون مخلص عقودها مع انديتها ومش باقي حاجة في عقدها مع النادي. فالزمالك بيستهدف اللعيبة اللي فري، والشغل حاليا شغال من جهة المدير الرياضي جون إدوارد، شغال على أكتر من صفقة من شهور لكن بهدوء، لأن الزمالك في الفترة الأخيرة الهدوء هو اللي رجعه لمنصات التتويج. إخفاء الحقائق وإخفاء كل حاجة تخص فريق الكورة هو اللي رجعه لمنصات التتويج. وكان شريك ثابت وهو صاحب الفضل في كده جون ادوارد المدير الرياضي. كمان هناك لاعب افواري على رادار ومعروض على الزمالك، واحنا شايفين والزمالك شايف وادارته شايفه ان اللعيبه الاجانب كويسه جدا في منطقه الهجوم. يعني اللعيبه الاجانب كويسه جدا في الهجوم ومش كويسين في اي مكان تاني، بالاخص في الدفاع، لان الزمالك في الفتره اللي فاتت عامل اكتر من صفقه في الدفاع واللعيبه ما ادتش، وما شفناش اي نتائج ايجابيه للعيبه دي مع نادي الزمالك. فالزمالك شايف ان اللعيبه كويسه من ناحيه الهجوم فقط، فالزمالك بيتعاقد وبيستهدف اللعيبه الاجانب ولكن المهاجمين الاجانب بس. الزمالك حصل على توقيع غنام محمد وعلي حمدي ويحيى حمدي وموضي ناصر لتدعيم خط وسط الفريق في الوقت الحالي. الزمالك شايف ان خط الوسط محتاج تدعيم قوي جدا جدا، والإدارة شايفة ان خط الوسط هو عمود الفريق، وبالفعل حصل تدعيمات قوية جدا جدا لخط الوسط، تدعيمات قوية جدا جدا لخط الوسط بناء على الظروف الحاليه لنادي الزمالك. تدعيمات مش قويه من ناحيه اسم ومكانه نادي الزمالك عند الجمهور، ومن ناحيه اسم ومكانه نادي الزمالك وشعبيته الكبيره والقويه جدا جدا، لكن على الواقع اللي عايشه الزمالك وعلى الظروف الصعبه اللي فيها الزمالك، فالتدعيمات دي بالنسبه للزمالك في الوقت الحالي هي قويه جدا جدا. والتدعيمات بدات بمين؟ بغنام محمد وعلي حمدي ومودي ناصر واحمد القندوسي ومحمد شحاته عبد الله السعيد ومحمد السيد. خط الوسط في الزمالك هو العمود الفقري للفريق، وخط الوسط في اي نادي هو العمود الفقري للفريق، لان خط الوسط هو اللي بيحرك الدفاع، هو اللي بيحرك الهجوم، هو اللي بيربط بين اهم الرتوش الاخيره، يعني هو اللي بيرجع وبيقطع الكره وبيرجعها للدفاع، وهو اللي بيخلص الكره وبيعمل اسيستات وبيخلص كل حاجه تخص منطقه الهجوم. فالزمالك شايف انه كده ماشي على الطريق الصحيح، وانه بكده هيعمل طفرة كونية في الفريق، لأنه بيأمن خط الوسط. وخط الوسط من وجهة نظري هو في الفترة الأخيرة نادي الزمالك يعني في مأساة. خط الوسط في الفترة الأخيرة نادي الزمالك بصراحة في مأساة كبيرة. ليه؟ لأن نادي الزمالك ما عندوش بديل في خط الوسط. عنده عبد الله السعيد عنده 42 سنة، عندك محمد شحاتة لاعب شاب، لاعب طفرة في جيله، لكن لوحده هيعمل ايه في خط وسط نادي الزمالك النادي الكبير؟ مش فريق بيحاول يبقى في الدوري، لا، نادي الزمالك النادي المنافس على الدوري المصري ومنافس على البطولات القارية، ونادي الزمالك اللي بنحلم معاه ناخد دوري ابطال افريقيا الموسم القادم ونروح معاه كاس العالم للانديه. وده هيفرق جدا 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 مع الزمالك من الناحيه الماديه، لان المشاركه في كاس العالم للانديه بس تدخل من 6 ل 10 مليون دولار كاملين للنادي اللي بيشارك بس. ما بالك لو الزمالك فاز مباراه كمان، ولا الزمالك قاعد مده اكبر؟ ده غير الفلوس اللي هتدخل للعيبه من الفيفا، للعيبه اللي بتشارك مع انديتها في كاس العالم للانديه. وهناك عرض رسمي من نادي الخليج السعودي. نادي الخليج السعودي عايز يتعاقد مع لاعب الزمالك المهاجم القناص عدي الدباغ،
والنادي الزمالك مستني العرض يبقى بشكل رسمي، ومستني العرض يوصل ل3 مليون دولار. ونادي الزمالك عايز العرض بأكبر قيمة، لأن نادي الزمالك بيستهدف مهاجمه القديم الأناكوندا الزملكاوية القديمة الأفضل في مركزه في آخر 10 مواسم في الدوري المصري. الأناكوندا مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي الحالي، واللاعب متوقع له ان النادي ممكن يطرح اللاعب للبيع او يمشي اللاعب من النادي، لانه ليه اخر موسم مع النادي، وكمان ناديه نزل درجة تانية. فاللاعب بيرحب بالرحيل من نادي نانت الفرنسي، ورحب بالعودة للدوري المصري عن طريق بوابة نادي الزمالك. فالزمالك مستني عقد عدي الدباغ من الخليج السعودي يجي بشكل نهائي ورسمي، ويوصل كمان العقد ل 3 مليون دولار علشان الزمالك يقدر يتعاقد ويرجع لعيبه الدولي مصطفى محمد الأناكوندا القناص المهاجم اللي الزمالك بيفتقده في الفترة الأخيرة. الأهلي بيستهدف عودة وائل جمعة مدير لكرة القدم بالنادي الأهلي. وائل جمعة سبق لي ونشتغل مع النادي الأهلي في المدير كرة القدم في 2015، وسبق ان هو استقال من المنصب ده مع النادي الاهلي. لكن في الوقت الحالي النادي الاهلي بيستهدف عودة وائل جمعة، لانه شايف ان وائل جمعة هيفرق جدا جدا في المكان ده، وشايف ان هو هيضيف اضافة قوية جدا جدا للنادي الاهلي. والنادي الاهلي من وجهة نظره شايف انه كفاية على المدير الحالي لفريق الكرة وهو وليد صلاح الدين. وحكاية وليد صلاح الدين وإيه وجهته اللي جاية والحكاية كلها بالتفصيل في الحلقة القادمة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك أول بأول آخر الأخبار وآخر المستجدات.